السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف العجينة الحلوة دي معمولة ازاي. بنعمل يا ستي فطير بلدي في منتهى الجمال. شايفة منفوخ وحلو قوي ازاي وعالي ازاي، هش وجميل جدا ما شاء الله. العجينة مورقة في منتهى الجمال وحلوة قوي قوي. لو عملتيها زي ما هقولك مقاديرها هتطلع في منتهى الجمال زي ما انت شايفة كده. ده فطير بلدي بالزبدة البلدي في منتهى الجمال. هتحضري معايا 4 كوبايات دقيق جميع الاستخدامات. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وهتحضري يا ستي معايا معلقة سكر، هنلخله الأول كويس. وحضر 1.5 كوباية مية، هو هياخد 1.5 كوباية مية. وتحطي له معلقة سكر، وهنحط له ربع معلقة ملح، ونقلب بالمكونات الجافة مع بعضها. ونحضر 1.5 كوباية مية. تزودي بقى شوية بشوية. انا عايزاكي تعجنيه على القاسي. شايفه انا عجناه على القاسي ازاي؟ يعني ايه على القاسي؟ يعني مش حاطه مقدار الميه اللي المفروض ياخده على بعضه، لا، حاطه جزء كوبايه وبعد كده بقيت ازود شويه بشويه. ليه بقى عجناه على القاسي؟ عشان يربي عرق. لكن انت لو حطيتي كميه الميه كلها مره واحده مش هيربي معاكي عرق. كل ما يحتاج ميه وتحطي له شويه ميه، وتقعدي تديله بقى بوكسات كده بايديكي كأنك بتلعبي بوكس، هتلاقيه ما شاء الله شد معاكي كده وعمل عرق. عشان العجينة ما تقطعش معاكي. احنا ليه بنعمل عرق؟ عشان واحنا بنفرد ما يقطعش معانا. على قد ما نقدر نحاول نخليه ما يقطعش. وكمان تبقى العجينة مريحة وحلوة وهشة لما بتعجنيها حلوة قوي. بتقعدي تعجني فيها لمدة ربع ساعة. خلاص احنا عجناها وظبطناها وحلوة اهي، وسبناها ترتاح ربع ساعة. وبعد كده خدناها نقطعها، يعني تسيبيها بعد ما تعجنيها ربع ساعة ترتاح، تغطيها وتدهني أرضية الطبق زيت ووشها زيت، وتروحي سايباها ربع ساعة. بعد ربع ساعة تاخديها بقى تقطعيها زي ما انت شايفة كده. أنا قطعتها 8 قطع. ليه بقى؟ هعمل كل فطيرة 4 قطع. وبجيب صينيه اروح دهناها في الارضيه زيت، واروح حاطه بقى الكور اللي هعملها بتاعت العجينه فيها. اروح مكوراها زي ما انت شايفه كده. هتتكور معاك في منتهى السهوله لانها ارتاحت. عجينه الفطير بتبقى طريه تلزق في الايد، بتبقى حلوه قوي. حبيتي بقى تضعفي المقدار، تعملي بقى فطير كبير، بقى الفطير المشلتت الفلاحي الكبير. هو ده الفطير الفلاحي بس على صغير، نفس الطريقه هتلاقيه بالزبده وجميل قوي، واحلى كمان لانه خفيف قوي، طعمه حلو قوي. لما تحبي بقى عايزه تعملي فطير كبير قوي تضعفي بقى الكميه. بدهن بقى الوش زيت بعد ما كورتها، وبعد كده اروح مغطيها، اسيبها بقى ترتاح ساعه. خلاص كده هي ارتاحت معانا ساعة. هنبدأ بقى نفرد فيها. اروح دهنة الصينية زيت عشان هفرد عليها. حبيتي تفردي على الرخامة، ادهني الرخامة زيت وافردي عليها. بتفردي بايديكي كده زي ما انت شايفة. تفردي من جوه لبره، يعني تشدي كده لبره بايديكي العجينة. عايزين الطروف رقيقة جدا، يعني عايزين الطبقة دي تبقى رقيقة قوي. كل ما بترقي الطبقات كل ما بيديكي يبقى هش كده وحلو قوي، ومش مكمود، لا، تلاقيه منفوخ كده وحلو قوي. واروح حاطه بقى ايه؟ سمنه. انا سيحت نص كوبايه سمنه على نص كوبايه زبده، وتكون السمنه مش سخنه قوي. واروح مقطعه بالقطاعه زي ما انت شايفه كده العجينه، وحاطه شايفه كل طبقه فوق التانيه. اخدها بقى احطها، لان هعمل واحده تاني. اروح عامله واحده برضو نفس الطريقه، افردها واخليها رقيقه قوي، واروح مقطعاها برضو بالقطاعه، مقطعه كده عاملاها شرايح كده. بس اجي في القلب ما احاولش اقطعه، يعني خلي القلب سليم. شايفه كده؟ يعني انا بحط السمنه اهي، وهوريك بقطع بالقطاعه ازاي. شايفه؟ ما وصلش للاخر، يعني اخلي اللي في النص ده سليم.
اهو بصي كده سليم اهو في النص. اروح واخده العجينه اللي عملتها الاولانيه اللي فردتها احطها في النص، واروح واخده بقى كل واحده كده مقطعاها، اروح فردها عليها، شدها زي ما انت شايفه كده. كل ما بتشديها وتحطيها عليها تبقى رقيقه وجميله قوي، وكمان تتنفخ الفطيره، تتنفخ وتبقى حلوه قوي. خدت برضو قطعه تانية وببدا افردها نفس الطريقه، واحط لها سمنه، واحط برضو العجينتين اللي انا عملتهم جوه بعض في القلب كده، واقطع حواليها زي ما انت شايفه كده، واروح رافعه كده اللي انا قطعتهم حطاهم عليها كده. القطعه دي المتقطعه اشد كده واحطها عليها. الله، دي بقى بتتنفخ وتبقى جميله قوي. اروح جايبه الصينيه دهناها سمنه، واروح حطها فيها، وادهنها في الوش سمنه، على وشها كده سمنه، واغطيها واسيبها ترتاح. اروح بقى عامله الفطيره التانيه نفس الطريقه، اخد كوره من الكور اللي انا عاملاها كده وافردها بايديا بنفس الطريقه كده، وارقها واقطعها بالقطاعه، واروح عاملاها بنفس الطريقه زي ما انت شايفه كده. واروح برضو اجيب واحده تانية، قطعه تانية، واروح فردها كده، واخد القطعه الاولانيه اللي انا قطعتها وحطيتها في قلب بعضها احطها في النص، ادهنها سمنه الاول زي ما انت شايفه كده، واروح مقطعه بالقطاعه اهو. شايفه بقطع بالطريقه دي، انا بعمل بسرعه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، يعني انا مسرعه الفيديو. واروح جايبه الطروف حطها بنفس الطريقه كده، شايفاها؟ واروح واخده واحده تانية عاملاها برضو نفس الطريقه، واخد اللي انا عملته الاولاني اللي هما القطعتين اللي دخلتهم جوه بعض نفس الطريقه، اقطع دي برضو كده بالقطعه، واسيب القلب ما اقربلوش، واحطها في القلب زي ما انت شايفه كده، واروح شاده الطروف واحطها بنفس الطريقه. اروح عامله بقى برضو واحده تاني، خلاص قربت تخلص. هي كل واحده معموله عباره عن 4 قطع، 4 قطع ملفوفين بقى جوه بعض زي ما انت شايفه كده. دول بقى لما بيستووا بيعلوا بقى كده ويديكوا طبقات جميله قوي. افرد برضو سمنه، ما تكتريش السمنه قوي، يعني خلي السمنه وسط، يعني تحسي ما تبقاش دسمه قوي، تبقى معقوله. وبرضو ما تقليهاش قوي لحسن يبقى ناشف، بيبقى مش حلو، يبقى في حدود المعقول زي ما انت شايفه انا برش السمنه ازاي. واروح برضو شاده الطروف وحاطه بالطريقه دي، واروح واخداها دهنه برضو الصينيه دي، الصينيه الوسطانيه يعني طالع عارفه ال3 صواني دي اللي في النص، والتانيه برضو نفس الطريقه الوسطانيه برضو. واروح دهنه وش الفطيره واروح مغطياها، اسيبها بقى ترتاح نص ساعه. هي ارتاحت كده معايا نص ساعه، ابدا بقى افردها. شايفه بتتفرد معاكي في منتهى السهوله عشان سبتها ارتاحت. بعد ما ارتاحت كده خلاص انا فردتها، اروح حتى بقى سمنه على الوش، حط لها شويه سمنه حلوين كده على الوش كده، واروح مغطياها وسايباها برضو ترتاح نص ساعه تاني. افرد بقى التانية نفس الطريقه، واحط لها سمنه برضو على الوش، افردها شايفه كده بالطريقه دي، وكلها تبقى سوا واحد، متبقاش حته عاليه وواطيه عشان تطلع حلوه كده سوا واحد. واروح حاطه لها سمنه واروح مغطياها، سايبها برضو ترتاح نص ساعه، واروح مولعه الفرن يسخن حلو قوي على درجه 200. بعد ما ترتاح نص ساعه ابدا اسويها. شايفه طالعه منفوخه وحلوه قوي ازاي بعد ما استوت، جميله. انا مطلعه واحده فاتحه وواحده غامقه، حبيتي بقى اللي انت اللون اللي يعجبك اعملي، يعني دي غامقه اهي شويه ودي فاتحه، شوفي اللون اللي يعجبك اعملي. الاتنين مستويين، بس واحده حمرا شويه وواحده فاتحه شويه، هو بيستووا فوق وتحت زي بعض، مش هتولعي الشوايه، ومورق وجميل قوي في منتهى الجمال حقيقي. بتحطيه في الفرن في الرف الوسطاني، ادي واحده فاتحه اهي والتانيه غامقه اهي، اللون اللي يعجبك اعملي. الاتنين الحمد لله مستويين وطالعين حلوين قوي، ولو عملتيه مره مش هتبطلي تعمليه بالطريقه دي. شايفين بيتقطع مورق والورقه فوق بعضها ازاي، ورق كتير اهو الحمد لله طالع روعه. وبعد ما بيطلع من الفرن بتغطيه ربع ساعه يطرى، وبالهنا والشفا.